بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات في المقص وتحليل ما بعد لقاء الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية. قبل ما نبدأ لو لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد بأول بأول إن شاء الله. طبعا أنا صوتي رايح طبعا من المباراة، ويعني لقاء بصراحة يعني أنا يعني ما بحبش أصور بعد ما نهاية مباراة على طول، يعني عشان بحس إن بيكون الواحد منفعل شوية هو أداؤه مش أحسن حاجة، لكن للأمانة أنا وأنا باتفرج على الشوط الأول وللأسف والله العظيم يا جدعان، يعني أقسم بالله بفضل الله زي ما بيقولوا إحنا بنطلع نقول إحنا جامدين مش من فراغ ولا إن إحنا بنعمل بروباجندا. يعني أنا مش بقول كده عشان خاطر إن أنا أمجد في نفسي لا سمح الله أو حاجة من هذا القبيل، لكن أنا والله بقى ساعات بحس في بعض الأحيان إن أنا بقرا الجيم أكتر من معتمد جمال، وبقرا المباريات أكتر من الجهاز الفني كله بتاع معتمد جمال بما فيهم إبراهيم صلاح ونونو المحلل الأداء بتاعه. انا قاعد بتفرج على الشوط الاول، واحد من اصدقائنا بيكلمني يا محمود المباراه هنعمل ايه مش عارف كذا 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 كذا. قلت له الزمالك لو ما استثمرش واحرز هدف هيخسر المباراه دي ومش بعيد يخسر البطوله دي. قال لي يا عم بس بشره ولا تنفره وبتاع. قلت له يا ابني والله هو مش موضوع تبشير وتنفير، هو موضوع ان الكوره سيناريوهات. الكوره فيها كل شيء ممكن تتخيله، انت بتعيد تحس ان انت بتتفرج على الكوره ان انت بتعيد فيلم كده من اول وجديد قدامك. احداث بتحصل، احداث بتيجي، سيناريوهات شفتها قبل كده وبتتعاد تاني بتشوفها قدامك مره تانيه. ده اللي انا بشوفه مع الزمالك. اصل هي الكوره يا جماعه مش حزق وفتي وبتاع والكلام ده، طبعا تاكتكس وكل حاجه وخطط بتتحط في الملعب وكل ده كلام سليم، لكن في سيناريوهات معينه انت بتشوفها قدامك. يا جماعه انا بتفرج على كوره من 97 ولا من 96 يعني وقبل كده كمان والله، بس وعي الكامل في الكوره الحمد لله كان مع جيل قاسي سعيد واشرف قاسم والجيل ده في الزمالك، وفي كاس العالم اول كاس عالم وعيت عليه كاس عالم 98. يعني شفت الحاجات دي، يعني شفت تخيل بقى عدى عليا كام لاعب وده عدى عليا بقى كام لاعب واعتزل وده بطل وده جه وده راح فالحاجات دي شفتها كتير في الكوره. الحاجات دي مش جديده عليا، يعني انا بشوف سيناريوهات والله العظيم مع الزمالك كمان بشوف سيناريوهات تشل. يعني انت النهارده في مباراه اليوم انت بتتفرج انت زعلان ان المباراه خاصه او خلصانه بالنتيجه دي. هقول لك على حاجه، انا وانا بكلم حد من يعني انا بكلم اخويا كمان ما بين الشوطين، قلت له انا مش عايز، لا عايز الصفر صفر ولا عايز الزمالك يخسر 1-0. لو الزمالك اتعادل يبقى 1-1 افضل لي، والصفر صفر يبقى فيها كلام. قال لي اشمعنى؟ قلت له والله عشان خاطر انا ال1-0 دي مقلقه جدا، تمام؟ لان انت وهقولها لك من دلوقتي مش هتلاقي ربع المساحات اللي شفتها النهارده دي في مباراه العوده. انا مش بنفر يعني بشير ولا تنفر، انا بقول لك ربنا يسهل وان شاء الله الزمالك يقدر يعوض، بس انا بقول لك المباراه دي مش هتلاقي فيها ربع المساحات اللي انت شفتها النهارده في مباراه العوده، لان الفريق ده هيجي راكن لك الاتوبيس زي ما انت كنت عامل. انت كنت عامل كل حاجه صح في الشوط الاول الا التصرف بالكره في الثلث الاخير في حاله الاستحواذ عليها، ما اعرفش ايه السبب. وحاجه تانية، انا كاتب حالات كتير قدامي، يعني انا من كتر ما انا قاعد عمال احضر الحلقه دي في كلام كتير قلت لا انا هطلع اتكلم واللي هفتكره هقوله كده كده، كاتب شويه حالات كتير قدامي. يعني من اللقطات الغريبه والعجيبه جدا بالنسبه لي هي الابقاء على او سر الابقاء على ادم كانت في الملعب لحد ما خرج. يعني انا عايز اقول لمعتمد جمال كده والله انا مراعي ان انت ما معكش سكواد وعندك ضعف في السكواد ومفيش عمق سكواد و الى اخره، بس انا عايز اسال سؤال يا كابتن معتمد، لماذا يتم الاصرار على الابقاء على ادم كايت في الملعب لما بعد الدقيقه مثلا 70؟ يعني الوقت نزول شيكو، وقت نزول بيتزيرا، وليه تم التغيير ده لبيتزيرا؟ انا من انصار المدرسه لو اللاعب جاهز العبه يا جماعه، مش جاهز ما لعبوش اصلا، تمام؟ لكن انا النهارده ادم كايد انا يعني للامانه مش شايف له اي ميزه، وما اعرفش الصراحه ايه العين اللي جابته الزمالك. يعني تقول لي هو لاعب مجيد هو لا يا جماعه، في لعيبه كده في الاهلي والزمالك، لا انت محتاج انتاجيه افضل، محتاج قماشه افضل من اللعيبه دي، وده اللي انا ما شفتوش في ادم كايد لحد دلوقتي، ما باينليش كرامات. يعني واحد زي عودة الدباغ اقول لك لا ده يستحق يكون المهاجم الاول لمنتخب فلسطين بامانه. لاعب بيجري وبيحاور وبيحاول بينزل لتحت وبيقطم وبيستلم وبيحجز وبيحط جسمه وبيبقى محطه وبيبقى جوه ال 18 بيحرز باهدافه، لا فرق شاسع في كواليتي عالي انت بتحتاجه في مباراه كبيره لان دي مباراه بطوله.
والتفاصيل الصغيره دي هي اللي بتخليك تحرز الالقاب. تمام. فلماذا الابقاء على ادم كايل يا كابتن معتمد؟ انا مش شايف ان كان ليه لازمه ان انا ابقى عليه طول المده دي في المباراه. مش عارف الحقيقه. دي من الحاجات التفاصيل الصغيره اللي زي ما قلت لك اللي بتخسرك القاب. يعني انت في مرحله حاسمه. وقلنا في الفيديو والله العظيم في الحلقه الاخرانيه، يعني عيب ان انا ابقى فاهم فريق اتحاد العاصمه اكتر من الجهاز الفني للزمالك يا جماعه. والله عيب. انا قايل قبل المباراه اتحاد العاصمه هيسيب لك فراغات ورا الاثنين، دراوي والتاني اللي هو لاعب الوسط، والله تاه من بالي اسمه حتى الان، يعني بسبب الضغط اللي الواحد فيه من المباراه وكده. قلت لك الاثنين دول هيسيبوا وراهم مساحات وبيثبتوا 1-6 في كوره واحده بس. لما نزلت فيها بيتزيرا باين لا، الزمالك من غير بيتزيرا يا جماعه ما فيش حاجه. ما عندوش غيره زي ليفربول وصلاح كده ايام مجده معاهم، باصل صلاح وما عندهمش غيره. الزمالك ما عندوش غير بيتزيرا، فلو هو متاح عندي على الدكه انا ليه تم التاخير اللي الدافع بيه كل ده؟ ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا معاك انه مصاب وانت خايف اصابته تتفاقم لو دفعت بيه بدري عن كده، يعني دي انا عاذرك فيها شويه، بس طالما دفعت بيه يعني كنت بقدر التغيير شويه 10 دقائق، يعني يعدي اول 60 دقيقه ونزله، مش تنزلوا لي في الدقيقه حاجه و70. يعني انا مش فاهم الصراحه، ومش فاهم اكتر يعني علامه الاستفهام الاكبر. سيبك بقى من بتزيرة خالص. علامه الاستفهام الاكبر هي الاصرار على الابقاء على ادم كايد. انا مش فاهمها للامانه، مش فاهمها. وحاجه تانية يعني انا مش عارف بامانه. انا حسام عبد المجيد خد دعم كتير جدا من الجمهور، واحنا حاولنا قدر المستطاع ما ننتقدوش. بس انا مش عارف حسام عبد المجيد يا جماعه، انت عايز ايه مننا يا حسام؟ او انت عايز من جمهور نادي الزمالك ايه؟ او انت عايز من النادي ايه؟ يعني مش هتبقى انت والدنيا على الناس يعني. تمام. يا جماعه لقطه غريبه جدا من مدافع المفترض ان هو دولي. انت مش حارس مرمى يا ابني، انت طالع بركبتك وايدك تعمل ايه؟ حتى لو ايدك في وضعيه جسمك. انا معاك ان الحكم فيها وعليها، معاك ان الحكم مش عايز اقول ذبح الزمالك في كرات كتيره. بس انا الحكم ده يا جماعه انا ما بطيقوش الصراحه، يعني سواء والله العظيم لاهلي والزمالك او لمصر، والله ما بطيق الحكم بايده دحان ده. سبحان الله. اما بشوفه في الملعب كده بتنتابني حاله. في حكام كده انت بتشوفهم زي بكاري جسامه كده لو تفتكروا، محدش يختلف عليه يعني برضو في نفس مش عايز اقول كره، بس في نوعيه حكام كده زي بكاري جسامه لما بشوفهم بتقفل. تمام. الحكم ده بقى بالذات انا اتقفلت لما شفته، لان انت تحسه، واللي لعب كره هيفهمني انه بيحجم الملعب قوي. فاولات كتير ملهاش لازمه. العاب كتيره كان ممكن تستمر. لقطه الهدف فيها وعليها بتاعت الزمالك على فكره، يعني انا ما شفتهاش كويس بعد المباراه، لكن فيها وعليها ماشي اميل لاتجاه الاقرب ان قرار الحكم ان هو حسبها فاول. لكن انا مش بتكلم على اللقطه دي بالتحديد، انا بتكلم على فاولات كتيره في وسط الملعب وعند 18 كل فرقه. الفاولات دي بتعدي عادي على فكره، يعني مش سهله فاولات. فالحكم ده من الحكام الغريبه. انا ما عارف لما بشوفه كده ما بحبوش، ما بحبش اشوفه في مباريات، والله حتى المباريات المنتخب يعني. فيعني للامانه انا يعني زي ما قلت لك، ولقطه برضو يعني شيكو بانزا، انا مش عارف اللاعب ده يا اخي، لاعب محير جدا. انا مش فاهمك، وعملت مباراه الى حد ما كويسه. واللقطه اللي رقص فيها الحارس، يعني انا قلت رافائيل لياو بيلعب مع الزمالك، حطها برعونه غريبه. ومش هو بس، رعونه لعيبه الزمالك كلها. والله كمان مره انا قاعد بتفرج على المباراه وقلت لاصحابي بين الشوطين لما كلموني ايه رايك هنعمل ايه، قلت لهم يا جماعه ربنا يستر والزمالك ما يخسرش. ليه؟ قلت لهم الزمالك بيعمل نفس اللي كان بيعمله في مباراه الاهلي، بيلعب برعونه، لعيبه الزمالك بتضيع. انا ما اعرفش سبب ده ايه، يعني اللعيبه ليه بقى وصل لها حاله من الغرور في اهم مرحله؟ ده انت 3 مباريات وتاخد بطولتين يعني. انا ما اعرفش ايه سبب الرعونه دي، وايه سبب الرعونه الغريبه من شيكو بانزا. كره عجيبه، الكره دي لو كانت دخلت كانت هتخلص حاجات، والله كنت تطلع كسبان 2 3، خصوصا مع نزول بيتزيرا. فانا يعني كل اللي هقوله قدر الله ما شاء فعل. بس اللي انا اقدر اقوله لك ان دي فرقه يعني يعني من الفرق والله العظيم، انا بحاول ان انتقي الالفاظ، بس فرقه اتحاد العاصمه فرقه ضعيفه جدا، مش هقدر اقول اكتر من كده. وفرقه انت هنا في مصر تقدر تسافلتها، تسافلت بيها ارضيه استاد القاهره. بس المشكله ان انت محتاج شويه رجوله، محتاج شويه اصرار، محتاج شويه عزيمه ان لعيبه الزمالك تنزل توري الجمهور ان انا عايز اخد البطوله دي. انا كنت اتمنى قدر الله ما شاء فعل، نتيجه الواحد صفر مش حلوه خالص. لو عايز اخسر كنت اخسر 2-1 عندي، ما عنديش مشكله زي ما خسرت قدام نهضه البركان. هتلاقي معظم الجمهور كان متفق على الحته دي، ان الزمالك لما خسر 2-1 قدام نهضه البركان وبهدف سيف الجزيري كان راضي تماما عن اداء الفريق. لكن دلوقتي هتلاقي الجمهور قلقان سنه، لان خساره ال1-0 دي
بتخليك قاعد مش مطمن، مش مرتاح، حاسس ان في حاله كده بتنتابك ان ممكن لا قدر الله ما تعوضش، لان الهدف بره الارض بهدفين زي ما انتم عارفين. فان شاء الله الزمالك يقدر يعوض، لعيبه الزمالك تقدر تعمل ده. بس لازم تقفل على نفسك الاسبوع ده، لازم معتمد جمال يرجع للواقعيه ويعرف الاوراق اللي عنده. انت ماتش ببطوله 90 دقيقه ببطوله متاخر بهدف، خلاص امر واقع عليك، لازم تلم على نفسك وتقفل الفرقه وتحاول قدر المستطاع ان انت تلملم شتاتك وتلملم اوراقك، عشان ما فيش وقت لاي انتقادات دلوقتي. احنا طلعنا قلنا النقط السلبيه دي عشان ناخد بالنا منها ونخلي بالنا في اللي جاي، لكن مش عشان خاطر تهدم استقرار الفرقه. ولازم تقف ورا فريقك لحد اخر لحظه. العمليه كلها اسبوع وتصبر، وبعد كده يعني تبدا تحاسب وتبدا تشوف مين المخطئ. وان شاء الله ربنا يوفق الزمالك ويتوج بالكونفدراليه، واشوفكم في حلقات جديده، وخليك دايما في المقص.